السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم حبايبنا ومشتركينا الغوالي. نحن اليوم جيناكم فيديو جديد وفيديو مختلف عن باقي الأيام اللي احنا دايما بنطلع لكم فيها، بس بتمنى تضلكم معانا في آخر الفيديو وخمس دقائق من وقتك في سبيل الله تعالى لحتى تعرف ايش هذا الفيديو اللي احنا جيناكم فيه وايش هذا الفيديو الجديد اخوتنا حبايبنا اللي اليوم احنا طلعنا لكم فيه. يعني احنا كل يوم بنطلع لكم فيديو مختلف غير عن التاني، بس كل فيديو مختلف عن التاني، بس اليوم الفيديو اللي احنا طلعنا لكم فيه مختلف عن باقي الفيديوهات اللي احنا طلعنا فيها اخوتنا حبيبنا. وضلكم معانا للاخر وبتمنى هذا الفيديو يطلع الى ابعد مدى، وخليكم معنا اخوتنا حبيبنا. زي ما انتم شايفين معانا اليوم هذه عبارة عن هذه عبارة عن علب لحمة. زي ما انتم شايفين اخوتنا حبايبنا انها علب لحمة، فما شاء الله اخوتنا حبايبنا. يعني اليوم الحمد لله تم فضل الله ثم فضلكم اخوتنا حبايبنا وفضل الداعمين بارك الله فيهم. اليوم قدرنا نجيب 3 علب لحمة. يعني مو احنا اللي جبناهم، فاعلين الخير جابوا لنا 3 علب لحمة اخوتنا حبايبنا. زي ما انتم شايفين انها هي 3 علب لحمة، 1 2 3 اخوتنا حبايبنا. والحمد لله على كل حال، يعني ما في كلمات، بس الحمد لله انها علب لحمة من فاعلين الخير اليوم وزعوها علينا، فبارك الله فيهم وجزاهم الله خير الجزاء. وقبل ما نكمل هذا الفيديو اخوتنا حبايبنا بارك الله فيكم، بتمنى تكملوا للآخر وبتمنى نكسب الصلاة على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. وبتمنى يتفاعل خوارزمية هذا الفيديو، وبتمنى يصل إلى أبعد مدى ممكن، حتى يصل صوتنا لجميع العالم ولجميع الدول المانحة والعربية والمتحدة، لحتى يشوفوا معاناة الشعب الغزاوي في قطاع غزة. وبتمنى هذا الفيديو يطلع ويصل صوتنا إلى أبعد مدى. وبتمنى ياخدنا حبيبنا اللي مش يشترك في القناة يشترك في القناة، وبتمنى لايكاتكم وتعليقاتكم، وبتمنى كل واحد يعلق أكثر من 10 تعليقات مختلفة ومتنوعة لحتى يتفاعل هذا الفيديو ويقدر يتفاعل خوارزمية هذا الفيديو. وشكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء اخوتنا حبيبنا. واللي قادر يدعمنا عن طريق ميزة شكرا، بتمنى ما يقصر عن طريق ميزة شكرا الدعم، بارك الله فيكم. لأن الفترة هذه الدعم خف عن قطاع غزة، فنحن أمنا في الله ثم فيكم اخوتنا حبايبنا كتير كبير. انتم ما بتساعدوني لوحدي بل بتساعدوا عائلتي ايضا، فبتمنى أن تكون هذا الفيديو مصدر رزق لي ولعائلتي عن طريق ميزة $1 في الفيديو، أو عن طريق رابط الواتساب موجود في قناتنا الخاصة بنا في البي وأخوتنا حبايبنا. يعني لا تنسوا دعمكم لنا ولإخوانكم في قطاع غزة طبعا. وبنتمنى منكم تشاهدونا الآخر واشتراكاتكم اخوتنا حبايبنا، لأن الاشتراكات بطلت اليوم تطلع. وأنا اليوم اجيتكم في الفيديوهات لحتى أقول لكم الحمد لله إنه اليوم فاعلين الخير جابوا لنا 3 علب لحمة، صح إنهم صغار بس الحمد لله على كل حال. وبنحمد الله ونشكره. وبتمنى لا تنسوا دعمكم لنا ولأخباركم في قطاع غزة، صدقة منكم يعني بتسعدنا. يعني اخوتنا حبايبنا حركة منك بتكون مصدر رزق لي ولعائلتي ايضا، فبتمنى ما تنسونا من المساعدة لنا لعائلتي ايضا، لانه انتم ما بتساعدوني بل لوحدي بل بتساعدوا عائلتي ايضا. والحمد لله اليوم تم توفير اللحمة الحمد لله على كل حال اخوتنا حبيبنا. يعني فاعلين الخير اليوم جابوا لنا 3 علب لحمة زي هادي الحمد لله والنعم بالله والحمد لله. ودائما بنقول الحمد لله على كل حال. ما شاء الله وتبارك الله، ما شاء الله وتبارك الله. ولا تنسوا الصلاة على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه شفيعنا يوم القيامة اخوتنا حبايبنا. ولا تنسوا أن توصلوا صوتنا إلى أبعد مدى. وبتمنى هذا
الفيديو يطلع إلى أبعد مدى، لأنه والله عن جد عن جد عن جد احنا كل يوم بنتعب لما بنعمل فيديوهات أو الشورتات، بنتعب كتير لما بنعملهن ولما بننزلهن ولما بنحملهن لحتى يصلنكم اخوتنا حبايبنا. والله بنتعب لحتى نعمل هذا الفيديو ولحتى يصلكم اخوتنا حبايبنا. فبتمنى ما تكسفوا بخاطرنا وبدوا يد العونة لإخوانكم في قطاع غزة، وبتمنى أن تقفوا مع إخوانكم في قطاع غزة، لأنه والله تعبنا من كتر ما عملنا لكم فيديوهات وشرحنا لكم عن وضع غزة. يعني كتير عملنا لكم احنا فيديوهات عن المعاناة وعن المعاناة وعن كتير أشياء إخوتنا حبايبنا، بس للأسف الفيديوهات ما بتطلع ولا في مشتركين ولا في أي حاجة، لأنه والله إحنا تعبنا كتير كتير، تعبنا نفسيا وجسديا ومعنويا إخوتنا حبايبنا. فبتمنى أن تقفوا معانا إخوتنا حبايبنا، اقفوا معانا بس شوي بس شوي إخوتنا حبايبنا. بدوا يد العودة لإخوانكم في قطاع غزة، حسوا فينا شوي إخوتنا حبايبنا، ما تنسونا ما تنسونا إخوتنا حبايبنا الكرام. يعني أنا كل يوم بطلع لكم فيديوهات وشورتات وبقول لكم إنه فيديوهاتنا وشورتاتنا بطلت تطلع، بطل في مشتركين، بطل في تفاعل على المحتويات تاعتنا، إنه نحن من غزة كل يوم نطلع لكم في هذه الأشياء، وإنه نحن كل يوم المعاناة نفسها إخوتنا حبيبنا. يعني معاناتنا ما بتخلص أبدا، إن 3 أعوام في هذه المعاناة، كل يوم هي من تكية، من حطب لنار، من مية إخوتنا حبيبنا. يعني هي المعاناة إخوتنا حبيبنا. يعني النار بنروح بنولع النار بنلم الحطب وبندخل تقتلنا، المية بنروح بنصب على المية وبنروح بنعبي مية بنعبي قرب لحتى نشرب، التكية بنروح بنصب على التكية وبنروح لحتى نقدر نوفر صحن الرز إخوتنا حبيبنا، لحتى نقدر نوفر صحن الرز. وأحيانا ما بنوفر صحن الرز أو صحن الطبيخ إخوتنا حبيبنا. يعني امبارح كان طبيخ بامية في التكية، بس أنا امبارح عملت لكم فيديو عن إنه كيف بنطبخ احنا الرز. ليش أنا عملت لكم فيديو امبارح عن الرز؟ لأن امبارح بقى تكية طبيخ بامية، بس للأسف الشديد ما قدرنا نحصل على صحن تكية بامية، ما قدرنا نحصل عليها بالمرة إخوتنا حبيبنا. يعني ما قدرنا نجيب الصحن تكية بامية طبيخ بامية طبعا، فاضطرينا امبارح نعمل لكم فيديو عن 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 الرز إخوتنا حبايبنا، وعن معاناتنا في النار إخوتنا حبايبنا، لأن ما قدرنا نجيب صحن طبيخ البامية امبارح. فعملنا لكم فيديو عن الرز وعن المعاناة، كيف احنا بنعاني من النار وكيف بنعاني من الدخنة، واحنا كل يوم بنطلع لكم في فيديوهات وبأشياء جديدة وبمحتوياتنا الجديدة إخوتنا حبايبنا، بس كل يوم بنطلع وعلى الفاضي. يعني بنتعب لساننا وبنتعب حالنا وبنكلف حالنا كتير لحتى يصلكم هذا الفيديو. بس للأسف الشديد الفيديو اللي احنا بنعمله كل يوم بنعمل فيديوهات او شورتات، يعني احيانا يوم بعد يوم بننزل فيديوهات، بس للأسف ما بطلع اكتر من هيك، ما في مشتركين ما في معجبين، المحتويات اللي احنا بنعملها على الفاضي ما بتطلع ابدا اخوتنا حبايبنا. فبتمنى هذا الفيديو اليوم يطلع اخوتنا حبايبنا، بتمنى يصل الى ابعد مدى، وبتمنى يتفعل خوارزمية اليوتيوب على هذا الفيديو، وبتمنى ما تخيبوا املي فيكم اخوتنا حبايبنا، املي في الله ثم فيكم كتير كبير. وبتمنى نكسب الصلاة على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه هو شفيعنا يوم القيامة إخوتنا حبيبنا. ودعمكم لإخوانكم في غزة ولأمهاتكم وأطفالكم في قطاع غزة عن طريق ميزة شكرا في الفيديوهات أو الشرطات إخوتنا حبيبنا، أو عن طريق التواصل معنا على رابط الواتساب. وبارك الله فيكم، ولا تنسونا من دعمكم إخوتنا حبايبنا، لأنه والله احنا كتير بنتعب كتير لما احنا كل يوم نعمل لكم فيديوهات عن معاناتنا وعن المعاناة اللي احنا بنمر فيها وعن كل شيء إخوتنا حبايبنا، يعني بنتعب لحتى يصلكم. فبتمنى ما تخيبوا املنا فيكم، لأن املنا فيكم كتير كبير إخوتنا حبايبنا. ولا تنسونا من دعمكم لنا ووقفتكم معنا ووقفتكم مع إخوانكم في قطاع غزة. وبتمنى ما تخيبوا املنا فيكم، مدوا يد العونة لإخوانكم في قطاع غزة إخوتنا حبايبنا، مدوا يد العونة لإخوانكم في قطاع غزة. إن الصدقة ب10 أمثالها، والله يضاعف بما يشاء. وبارك الله فيكم، شكرا لكل واحد بيساعدنا وبيساعد أهل غزة.
كل التحية لكم، مع تحياتي لكم من قلب شمال قطاع غزة. فلسطين كتير بتحبكم، ونحن طبعا كتير بنحبكم إخوتنا حبايبنا، وبتمنى ما تخيبوا أملنا فيكم. ولا تنسوا أن تدعمونا عبر ميزة شكرا، أو عن طريق رابط الواتساب موجود في قناتنا الخاصة بينا، أو عن طريق رابط باينانس إخوتنا حبايبنا. ولا تنسوا الصلاة على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، لأنه شفيعنا يوم القيامة. وبارك الله فيكم، وتحياتي لكم من قلب شمال قطاع غزة. وشكرا لكل واحد بيساعدنا وبقف معنا وبقف مع أهلنا في قطاع غزة، لأن أنتم ما بتساعدوني بل وحدي، بل بتساعدوا عائلتي أيضا. ومع السلامة إخوتنا حبايبنا.